طيب لما بتدخلي مساحة جديدة لأول مرة، ايه أول حاجة بتلفت نظرك انتي كنوران قبل ما تبدأي بقى التصميم؟ بصي، هي مش حاجة واحدة الصراحة، هو 4 حاجات كده. باخد بالي من العواميد والبيمز نفسها والاوبننج والهايت. ليه؟ عشان اول حاجه العواميد ساعات بتبقى جايالي في نص المكان او جايالي في حته معينه، فبخلي العمود هو الستيتمنت، هو اللي في البيت نفسه يبقى حاجه حلوه، بدل ما يبقى خازوق يبقى بالظبط حاجة حلوة. بالظبط كده. فبحاول ان هو العمود هو الستيتمنت بتاع البيت. وحتى برضو القمر برضو ساعات بيبقى نازل قوي او ساعات معدي في وسط البيت، فبحاول برضو ان القمر يتعمل بطريقه جيبسون بورد كيرفد فيها ليد، ان انا احليه عن ان انا اوحشه. وطبعا اكتر حاجه بركز فيها يعني النور. انا بحب قوي الناتشرال لايت. فاحنا مشهورين كانه 5 ديزاينز، احنا بنكسر وسع فتح على طول، عشان بحب ان الشمس تدخل في البيت كله. اهم حاجة، بالظبط. اهم حاجة. انا من الشخصيات اصلا اللي معرفش اقعد في مكان لو الناتشرال لايت مش داخله حلو. بالظبط بتحس ان الدنيا ضلمه قوي. فده حاجات بنركز فيها. وطبعا الهايت، عشان كل ما الهايت بيبقى اعلى كل انت كايماجينيشن بتتخيلي حاجات بتبقى مختلفه عن الهايت القصيره. طبعا بس انا لما بسافر بلاد تانية، هنا في مصر ما عندناش فكرة الدبل هايت كتير قوي، بس لما بسافر مثلا السعودية وسط بلد مثلا، حاجه وسط كده. البلد كل ما هو قديم احتفظوا قوي بفكره الدبل هايت. بس صح. مثلا لما بسافر بلاد زي السعوديه بخش اماكن، بخش بيوت ناس، بخش الفنادق، سيلينج حتى الكونفنشن سبيسز بتاعه الميتينجز وكده، بلاقي لا محترمين قوي فكره الدبل هايت. ونفسي ان ده كمان يتعمل في مصر في معظم البيوت. بس للاسف يعني معظم الريل استيت ديفلوبرز وكده هم عايزين نبني حاجات كتيرة قوي، فالمساحات قلت شوية بالذات في مناطق التجمع وزايد يعني. صح. ويعني فلات سلاب عندهم انقرضت، هم لازم عواميد بيمز نشيل الابارتمنت. بس بنحاول احنا كانتيريور ديزاينر نحلي الحاجات دي. بس طب سؤال مهم، مثلا معظم العرايس دلوقتي مثلا هتلاقيهم ساكنين في المهندسين بينقلوا اكتوبر، مصر الجديدة بينقلوا التجمع. بتحسي او بيواجهك مثلا هم expectations ان هم نقلوا من بيت واسع قوي، بيت اهلهم في مصر الجديده اللي هي الاماكن القديمه شويه، لاماكن بقى جديده زي التجمع وكده، بتوظفي لهم ازاي بقى المساحات الصغيره؟ بصي الصراحة يعني ببدأ معاهم كده، مش هقولك questionnaire، يعني بحاول ان انا اخليهم مبسوطين بالبيت. بحتة اللي هو النيدز بتاعتهم، كم أوضة. في ساعات الناس بتبقى مش محتاجة كل الأوض او مش محتاجة السبيس ده كله. وبعدين احنا كالجنريشن بتاعنا يعني محدش بيتجه الى صالون اللي هو ضيوف الفرنش كلاسيك ده، كله متجه ان الريسبشن ليفنج روم بالظبط. فكلنا خلاص اتجهنا للحته دي. فانت خلاص تحسي ان انت ما عندكيش اوضه ميسنج، يعني هي دي الفكره يعني.